قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي وركز معايا علشان تفهم الحكاية، وما تنساش تعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. ويلا نبدأ فيلمنا بيبدأ في الهند مع واحد اسمه نايتو، وبيكلم كبير اللي هو بطل فيلمنا علشان ينفذ مهمة اغتيال في واحد اسمه حقاني. وبتوصل عربية حقاني للمكان، وكبير بيوجه عليه القناصة علشان يقتله. وفي لحظة ما بيضرب النار بنكتشف انه ضرب النار على نايتو وبيخلص عليه بطلقة واحدة. وبنروح تاني يوم لمكتب الدفاع الهندي، والعقيد بيبلغ الوزيرة ان كبير خانهم وانضم للعدو، وبتطلب منه يقضي على كبير في اسرع وقت. وبنروح لمدينة مالطا لعصابة بتتاجر في المخدرات، وفجأة بيهجم عليهم خالد وبيبدأ يضرب فيهم كلهم، وبنعرف انه شغال في المخابرات الهندية وفعلا بيكسرهم كلهم. وبيكلم اللواء وبيبلغه بنجاح المهمة، وبيرجع للهند تاني وبيدخل للمخابرات وبيعرف انهم بيعملوا خطة للقبض على كبير. وساعتها بيسأل ايه السبب اللي يخليهم يقبضوا على كبير، وايه السبب اللي يحوله الخاين، وبيتعهدوا انه هيوصل له ويقتله لانه فاهم كل تصرفاته. والعقيد بيوافق وبيمسكوا المهمة. بعدها خالد بيقف قدام صورة كبيرة، وبنرجع سنتين للماضي وبنروح لمقر تابع للمخابرات، وبتوصل طيارة حربية وبينزل منها كبير علشان يبدأ مهمة جديدة. وبيكون الكل بيبصله مذهول، والعقيد بيطلب منه يضم خالد، لكن كبير بيرفض لان ابوه كان خاين وهو اللي قتله. وخالد بيدافع عن نفسه قدام كبير، وبيعرفه ان امه هي اللي بلغت عن ابوه لما عرفت انه خاين، وبيقول له ليه تحاسبني بتهمة ابويا. وبعدها العقيد عرف خالد انه انضم للفريق. وقتها هو وكبير بيبصوا لبعض بصات انتقام كأنه طار بينهم. بعدها بيحطوا خطة للقبض على مجرم اسمه إلياسي، وبيكون إرهابي كبير، وبيعرضوا صورة واحد من رجالته اسمه بشير، وده اللي هيقدر يوصلهم لإلياسي. وكبير بيفضل يبص لخالد بصات شك ومش قادر يثق فيه. وتاني يوم بيسافروا للعراق وبيكونوا متنكرين علشان محدش يعرفهم. وساعتها بيشوف كبير رجالة بشير ماسكين بنت وعايزين يقتلوها، فبيقرر يقتل الزعيم بتاعهم. بعدها بيقبضوا عليه وبياخدوه لمكان مهجور، وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وبشير بيجيله وسط رجالته وبيقول له انا لقيت جهاز التعقب بتاعك وكسرته، لكن كبير بيطلع جهاز تاني من بقه وبيقول له ان مكانك اتعرف. وقتها خالد بيقتحم الموقع وبيضرب عليهم نار ويخلص عليهم كلهم، والفريق بيكون معاه وبيساعده في المهمة، وبيفضلوا يقتلوا فيهم علشان يوصلوا لبشير. وفي النهاية بيوصلوا لبشير وينزلوا فيه ضرب هما الاتنين، وبيقدروا يتغلبوا عليه وبكده تخلصوا منه. وبالليل خالد بيقابل امه وبتطلب منه يرجع لها هيبتها وكرامتها اللي ضيعهم ابوه بعد خيانته للبلد. بعدها بيقعد خالد مع كبير، وكبير بيقول له ان عندك مشكلة في رؤية هدفك من ناحية اليمين، وبالشكل ده هتكون خطر علينا في اي مهمة، وبيخرجه من الفريق. فخالد دافع عن نفسه وعرفه انه كان صغير وزمايله في المدرسة ضربوه لما عرفوا ان ابوه كان خاين وتسببوا في إصابة عينه، ومن ساعتها عنده مشكلة في عينه اليمين، وبيترجاه ما يطلعوش من الفريق. وكبير بيقتنع بكلامه وبيخليه في الفريق وبيخليه واحد من رجالته. وتاني يوم الفريق بيتجمع وبيعرفوا ان إلياسي موجود في المغرب، وكبير بيكون شاكك ان في خاين وسطهم وبيخليهم يسلموا تليفوناتهم. وبيروحوا المغرب وبيكون كل واحد منهم في مكانه ومستعد علشان المهمة بتاعته. وساعتها بيوصل إلياسي للمكان، وأول ما بيشوفوه بيمشوا للاتجاه بتاعه وكل واحد عارف دوره. وفي لحظة بيموتوا رجالته كلهم وبيحاصروه قبل ما يلحق يعمل شيء، وبيقبضوا عليه بكل سهولة. وإلياسي بيقول لهم مستحيل تقبضوا عليا. وساعتها ثورب بيخون فريقه وبيضربهم بالنار وهم مستغربين من اللي عمله، وبيبدأوا يضربوا على بعض نار والمكان كله بيتحول لحرب. وواحد بيضرب كبير بالنار، لكن خالد بينقذه وبياخد الرصاصة مكانه، لكن مش بيتأثر وبيطلع يجري ورا ثورب وعايز يوصله علشان ينتقم منه. وعلى الناحية التانية كبير بيقدر يخلص على كل رجالة إلياسي، لكن وهو ماشي بينصاب برصاصة وما بيموتش، العادي بتاع الهند يعني، وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي. وإلياسي بيقدر يهرب من المكان. وبعد أسبوع كبير بيفوق من الغيبوبة وبيعرف إن خالد وثورة بيختفوا وملهمش أي وجود، وبيروح المشرحة وبيكون حزين على الفريق بتاعه اللي اتقتل بسبب الخيانة. بعدها الشرطة بتلاقي خالد على الشاطئ ومصاب جدا، وبعدها كبير بيزوره في المستشفى علشان يطمن عليه، فبيعرفوا ان قتل ثورب وانتقم للفريق كله. بعد 3 شهور بنروح ايطاليا، بنلاقي كبير مع بنت اسمها نانيا وعايشة معاه قصة حب وحياتهم بتكون سعيدة. وبيركب مركب وبيراقب واحد اسمه فيروز، وبيكون من رجالة إلياسي، وبيكون شايفه وسمعه من خلال الكاميرات، وبيسمعه وهو بيقول لواحد ان إلياسي مجند 4 أشخاص في الجيش والمخابرات ومحدش هيقدر يهزمه. وكبير بيعرف انه هيسافر بكرة، فبيقرر يقابل نانيا ويعترف لها انه مثل عليها الحب علشان تساعده في مهمته، لان فيروز معجب بيها جدا وانها الوحيدة اللي تقدر تدخل بيته.
لكن نانيا بتكون مصدومة وبتقوله ان عندها بنت وخايفة عليها وانها مش واثقة فيه، لكنه بيوعدها انه هيحميها ومستحيل حد يأذيها. بعدها نانيا بتكلم بنتها وبتكون خايفة لا يحصل لها حاجة، وبالليل بتركب مركب وبتروح تقابل فيروز وبتدخل عليه وبتتكلم معاه، وعينيها بتكون على اللابتوب وعايزة تهكره، وفعلا بتحط الفلاشة في اللابتوب من غير ما ياخد باله، وكبير بيراقبها من بعيد علشان يطمن عليها، وبيجيله تليفون من العقيد وبيعرفه انه هيقبض على فيروز بمساعدة نانيا. بعدها ايديتي بتبلغه ان فيروز على علاقة بدكتور التجميل، وبتبعت له فيديو بيكتشف ان فيروز واقف معاها وبتكلمه وبتقول له الياسي، وبنكتشف ان الياسي قام بعملية تجميل ونقل وش فيروز على جسمه، وبيكون مصدوم من اللي عرف. والياسي بيمسك نانيا وبيعرف خطتها، وكبير بيركب اللانش علشان يروح ينقذها، واول ما بيدخل بيبدأ يقتل رجالته، وهو بيجري بيلاقيها وقعت قدامه وللأسف بتكون ماتت، وكبير بيكون مصدوم وبيعيط عليها لأنها ماتت بسببه، والياسي بيركب طيارته وبيهرب من المكان. بعدها كبير بيكلم ايديتي وبيقول لها تعرف العقيد كلف مين بالمهمة، فبتقول له لنايتو، وبتعرفه انه بيستقبل اموال كتير من الخارج. وبنرجع لاول الفيلم وهو ماسك القناصة وبيسأل نايتو الياسي بيتعامل مع مين غيرك، فبيقول له واحد اسمه جيمي مقدم في الجيش. بعدها بيخلص عليه، وتاني يوم بنلاقي طيارة حربية تبع الجيش الهندي، وكبير بيكون وراها وعايز يركب فوقيها علشان يدخلها، وبينط فوق الطيارة وبيقدر يمسك فيها، وبيدخل كبير الطيارة وبيبدأ يقتل فيهم واحد واحد ومحدش عارف يعمل معاه حاجة، وبيقضي عليهم وبيعمل نفسه مات، وبيغفل العسكري، وفجأة محركات الطيارة بتنفجر وبتكون حياته في خطر، وبيدخل الطيارة وبيبدأ يضرب في المقدم جيمي وبيمسكه من رقبته لحد ما بيعرف ان الدكتور هو الخاين الثالث، وساعتها بيرميه من الطيارة والعربية بتقع من الطيارة، وكبير بيستخدم الباراشوت وبينقذ نفسه. وبنروح للعقيد اللي بيكون متعصب انهم مش قادرين يقبضوا على كبير، وخالد بيتعهد انه هو اللي هيقبض عليه. بعدها بيروح المحطة يركب المترو وبيتفاجئ ان كبير وراه وبيطلب منه ما يدورش على مكانه، وخالد بيطلب منه يسلم نفسه والا هيقتله، وساعتها كبير بيختفي من قدامه وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه في المترو اللي قدامه، فبيجري عليه، وساعتها بيعرف انه دكتور قدبال هو الهدف الجاي. بعدها خالد بيروح لدكتور قدبال البرتغال وبيعرفه انه حياته في خطر ولازم يرجع الهند، وقدبال بيجيله تليفون من الياسي بيسأله عن هارد الرموز، بيقول له ان الهارد جاهز وهم في طريقهم للمطار. بيحصل هجوم بصاروخ عليهم والعربيات بتنفجر وبتتحول المكان لدمار، وبتظهر طيارة هليكوبتر وبينزل منها 2 علشان ينقذوا الدكتور، وهم بينقذوه قناص بيضربهم بالنار ويقتلهم وبيفجر الطيارة كمان. وبنكتشف انه كبير وبيوصل للدكتور قدبال وبيسأله مين الشخص الرابع اللي بيساعد الياسي، والعربية بتكون مقلوبة بخالد وبيمسك سلاحه لكن بيموت قدبال غصب عنه، وكبير بيركب الموتوسيكل وبيهرب، وخالد بيطلع وراه علشان يمسكه لكن مش بيعرف. وفي نهاية المطاردة كبير بيهرب بالهارد اللي عليه الرموز، وبنروح مكتب المخابرات والعقيد بيهزق خالد لانه مش عارف يمسك كبير وسرق الرموز النووية وقرر يطرده بره الفريق، وخالد بيكون متضايق جدا ومش عارف يعمل ايه، بس بيجمع معلومات عن اخر مهمة لكبير وعرف انها في ايطاليا، وبيعرف ان كبير اتعرف على واحدة وبنتها في ايطاليا، وكبير بيكون مع بنت نانيا وبيحتفل معاها وبيحاول يعوضها عن امها، وساعتها بيدخل عليه خالد وبيتفاجئ لما بيشوفه. بعدها بيروحوا البيت وبيعرفوا ان فيروز هو الياسي وانه قتل نايدو وجيمي وقدبال، وفي خاين رابع بس مش عارفه، وساعتها بيحصل هجوم عليهم علشان يتخلصوا منهم، لكن بيقدروا يتصدوا ليهم ويقتلوهم واحد واحد ومحدش بيعرف يعمل معاهم حاجة، وبيهربوا بسرعة قبل ما المكان ينفجر بيهم. بعدها بيقابلوا ايديتي وبتسلم كبير قرص الرموز وبتعرفهم انهم هيضربوا قمر صناعي بيساعد على اتصال الجيش اللي على الحدود بالقيادة، وساعتها هيبقى معزول وسهل استهدافه. وكبير بيطلب من خالد ياخد قرص الرموز ويخبيه في مكان امان، وتاني يوم بيكونوا في مركب وبيشربوا خمرة مع بعض، وفجأة كبير بيتعب وما بيبقاش طبيعي وبيقع على الارض، وخالد ماسك قرص الرموز ومبسوط وبيعرفه انه هو ثورب وانتحل شخصية خالد وهو الخاين رقم 4، وبيحكي له خالد بيطارده في المغرب لحد ما مسكه ونزلوا ضرب ببعض لحد ما واحد يخلص على التاني، لكن خالد بينضرب بالنار من الياسي في ظهره وبيفقد حياته. والياسي وثورب بيحطوا خطة وبيروحوا للدكتورة بتاع التجميل علشان يبدلوا وش خالد بثورب، وفعلا بتعمل لهم العملية وبتنقل وش خالد، وثورب بينتحل شخصيته. بعدها بيروح لشاطئ البحر وبيضربوه بالنار والشرطة بتلاقيه فاقد الوعي، وثورب بيشيل كبير ويرميه في النهر وهو مسموم علشان يقتله. وبنروح لسفينة في القطب الشمالي وبيكون فيها الياسي وثورب،
وبيستعدوا لإطلاق الصاروخ على القمر الصناعي علشان يفجروه ويحطوا قرص الرموز في مكانه. وفعلا بيطلقوا الصاروخ، وفجأة بيوصل كبير للسفينة وبنكتشف انه لسه عايش، وبيبدأ يخلص على كل اللي في السفينة ومحدش بيعرف يتعامل معاه لحد ما بيلاقي نفسه قدام ثورب، وبيكون مستغرب هو ازاي لسه عايش. فبيقول له ان قدر يكشفه لان خالد زاوية عينه اليمين فيها عمى، وانت كنت بتتعامل عادي وكمان محدش لقى جثتك، ولما توقفت عن العمل ايديتي بلغتني انك رجعت ودخلت المكان تاني واكتشفت ان في ازازة المادة سامة مفقودة، فخليتها تعمل ترياق للسم. وقرص الرموز اللي اديتهولك كان فيه جهاز تتبع علشان اعرف مكانك، ولما شربت الخمرة قدامك خليتك تفتكر اني بموت. وكمان خالد مسلم والخمرة بالنسبة له حرام، وبيكتشفوا ان الصاروخ راجع لمكان السفينة تاني، وبنعرف ان كبير غير الاحداثيات بتاعته. وفي لحظة كبير بيمسك الياسي وبيهدد ثورب انه هيقتله، لكن ثورب بيخلص على الياسي وبياخد عربيته وبيسيب المكان علشان يهرب بسرعة، وكبير بيكون وراه وعايز يمسكه، والصاروخ بينزل على السفينة وبيدمرها بشكل كامل. وبيفضل كبير يطارد ثورب علشان ينتقم منه لحد ما بيخبطوا بالعربية ويدخلوا جوا كنيسة وبيكسروا المكان، وساعتها بيواجهوا بعض وكل واحد عايز يخلص على التاني، وبتكون قوتهم متكافئة. لكن في النهاية كبير بيقدر يخلص على ثورب وبيقتله، وبكده مهمته بتنجح، وأمه خالد كرامتها بترجع لها بعد ما ابنها مات شهيد، وبتستلم وسام الشجاعة والتضحية من رئيس الوزراء. وكبير بيكون متابع الأخبار ومبسوط، والعقيب بيكلمه في التليفون وبيكلفه بمهمة جديدة، وكبير بيوافق، وبيكون مع بنت نانيا مستمتع وبيحاول يعوضها عن موت أمها. ولحد هنا بينتهي الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشترك في القناة. سلام.